عايز اقول كلمتين في موضوع دمج الانديه الجماهيريه وانقاذ جميع الانديه الجماهيريه قبل ما خلاص نوصل لمرحله في وقت معين. لو حتى بعد 10 سنين نلاقي الدوري الممتاز ما فيهوش غير اهلي وزمالك، وممكن تلاقي يبقى الدوري موجود فيه اهلي بس. فالموضوع لازم يتم بامور منطقيه، ما بيكونش مجرد بتقول بتعرض حلول ملهاش اي علاقة بالواقع، وحلول صعب جدا تتنفذ. حتى لو انت بتقترح امور حصلت في بلاد تانية، لكن قوانينها مختلفة تماما عن قوانينك، موضوع مختلف تماما عن اللي انت عملته، الطريقة حتى كانت مختلفة عن الطريقة اللي انت نفذت بيها. مانشستر سيتي ملاكها من سيتي جروب، الموضوع كان مختلف برضه تماما. ما غيروش الهويه، ما غيروش اي حاجه من شعار، طوروا الشعار بس، ما غيروش لون التيشيرت، ما غيروش الملعب، اتغير بعد كده، لكن في الاخر المسمى قعد لفتره طويله، والنادي في الاخر حتى لما اتغير فهو تحت اطار التطوير. النادي فضل زي ما هو بجماهيره، الجماهير ما اعترضتش، الجماهير شافت ان المستثمرين دول جايين ينقذوا، لكن في النهايه ما حصلش دمج، ما حصلش دمج. حط تحت دي مليون خط. فرق دلوقتي، والنقطة اللي انا بقولك عليها ان هي صعبة جدا وتبقى الموضوع فيه عقبات ومطبات كتيرة جدا، ان في حاجة اسمها قطاع عام، في حاجة اسمها قطاع اعمال، في حاجة اسمها قطاع خاص. لما تتكلم اللي بيصاغ واللي بيتقال دلوقتي ان سيراميكا كليوباترا هيندمج مع الاسماعيلي، اي حد يقولك المعلومة دي قول له انت كده بتقول اي كلام. انت كده ماشي، ممكن تكون انت محب الاسماعيلي وحابب حاجه زي كده تحصل، او ممكن انت محب الاسماعيلي ومش حابب حاجه شكل كده تحصل، لكن في النهايه صعب جدا حاجه زي دي تحصل، لان سيراميكا هو شركه قطاع خاص ملك محمد ابو العينين او مجموعه مستثمرين. في النهايه رئيس مجلس اداره النادي او مالك النادي هو محمد ابو العينين. طيب ايه الصعوبه في كده؟ ايه الصعوبه ان يحصل دمج ما بين سيراميكا وبين الاسماعيلي؟ مبدئيا دلوقتي زي ما قلت لك ان في حاجه اسمها قطاع خاص وفي حاجه اسمها قطاع اعمال. ايه قطاع الاعمال ده؟ بتلاقي نسبه الدوله، النسبه اللي موجوده فيها تبع الدوله دي 51%، و49% اللي باقيين فهم بيبقوا في وقت من الاوقات. يعني سنه 91 انبي تم عرض نسبه 49% في اسهم للبورصه، اسهم في البورصه، وبيتم مستثمرين بيقدموا على حسب مقدرته، او هو ياخد قد ايه من الاسهم. اقصى حاجه ممكن يقدروا ياخدوها لو مستثمر واحد او اتنين او تلاته او غيره ممكن ياخدوها هو 49%. طب ليه 49%؟ عشان يبقى الاداره في النهايه تحت اداره وزاره الشباب والرياضه، تحت اداره الدوله، في اي امور لها علاقه بمجلس اداره او غيره تحت اشراف الدوله، انتخابات او تعيين او غيره، لكن في النهايه هي تحت اشراف الدوله، فالاداره بتبقى تبع الدوله، فالهويه ما بتنتهيش، فتغيير الشعار ما بينتهيش. بيبقى اللي بيختار اصلا رؤساء مجلس الاداره هي جمعيه عموميه، فهم افراد، هم اصحاب النادي من الاخر، يعني الجماهير هم اصحاب النادي، فبالتالي هم مديرين النادي. حتى لو في النهايه بيبقى شخص هو اللي بيدير النادي، لكن في النهايه بيتم اختياره عن طريق الجمعيه العموميه، عن طريق الافراد. فده نقطه مش هتحصل لو قطاع خاص وقطاع عام او قطاع اعمال. ليه بقى مش هيحصل؟ لان انت دلوقتي انت اللي رايح للمالك، مفيش حاجه هتجبرني كمالك، سواء كان محمد ابراهيم مالك سيراميكا كليوباترا او ماجد سامي مالك واد دجله، اللي طلع بتويتر فعلا واتكلم قال لك موضوع القطاع الخاص والقطاع العام دمجه شبيه بالزواج العرفي. فده يدلك. واشرف نصر لما طلع البنك الاهلي، حتى رئيس نادي البنك الاهلي، حتى لو ده قطاع اعمال، لكن في النهايه برضه هم في النهايه بيطمحوا ونفسهم لو ده حصل، هم مش نفسهم ده ما يحصلش، بس ممكن في وقت من الوقت هم نفسهم حاجه من دي تحصل. هم عايزين الجماهير، اي حد فيهم يستمنى الجماهير. نجيب سوراس رئيس نادي زد قال لك في وقت من الوقت لما كان حصل نادي زد وبيراميدز في نهائي كاس مصر، كان شويه بيغازل كده جمهور الاهلي وبيقول لهم ان هم يجوا يشجعوه. في الموضوع صعب، مش بالكلمه، الجمهور مهما كان ما بيتشراش، الموضوع صعب جدا. فبالتالي دلوقتي هيحصل ايه؟ هيحصل دلوقتي ان مالك القطاع الخاص حط رجل على رجل، هقول لك انا دلوقتي، انت هتقول له انا مش عايز اغير التيشيرت، لون التيشيرت، مش عايز اغير الاسم، مش عايز اغير الشعار، لان دي الملعب، لان دي من الامور اللي لا مساس بيها بالنسبه للجمهور. فطبعا هو انت اللي جايله وانت اللي محتاجه، وانت دلوقتي بتهبط، انت دلوقتي اللي عندك مديونيات، وانت دلوقتي محتاج فلوسي علشان تقدر تناطح الانديه الشركات اللي موجوده في الدوري، او تناطح حتى الانديه القطاع العام اللي هي لسه ماسكه نفسها زي الاهلي، وممكن نقول الزمالك. يعني ممكن نقول الزمالك رغم ان الزمالك مشاكله كتير جدا، لكن في النهايه الزمالك واقف على رجله.
فدلوقتي بتكلم معاك في المنطلق ده. فطبعا مليون في المية هرفض الكلام ده كله. انا ليه ما احطش اسمي في شعار النادي وانت اللي جاي؟ انا ليه ما اغيرش اللوجو؟ انا ليه ما اغيرش لون التيشيرت؟ انا ماشي عايز الملعب وهطور فيه، لكن الكلام ده كله انا ليا الحقيقه فيه، وعايز كمان بنسبه 51% يكون ليا حق الاداره. هل الكلام ده هيوافق بيه جماهير الانديه الشعبيه؟ الموضوع ده صعب، فما يكونش اصلا مطروح للنقاش. طب ايه الحل من وجهه نظري؟ الحل دلوقتي ان الاسماعيلي خلاص يعني خلاص اقتنع بالامر الواقع. انت هتهبط، الموضوع لا مفر منه، يهبط درجه تانية، بس الهويه ما تتمحاش. طب لسان حال جماهير الاسماعيلي دلوقتي، النادي هيهبط وبكميه المديونات اللي عليه دي وكميه ايقافات القيد وغيرها وغيرها وغيرها، هيرجع تاني ازاي؟ خلاص كده اللي بينزل ما بيطلعش. وكمان اللي بينزل من الدرجه الاولى بقاله فتره معظمهم بيبقى انديه جماهيريه، لو كلهم مش انديه جماهيريه. وكمان اللي بينزل من الدرجه الثانيه معظمهم بيبقى انديه جماهيريه، واللي بيطلع من الدرجه الثانيه الدرجه الاولى معظمهم او كلهم انديه شركات. فالموضوع صعب جدا. ده وجهه نظر جماهير الاسماعيلي وانا متفق معاكم مليون المية. طب ايه الحل؟ الحل دلوقتي لازم يكون فيه دور مهم جدا من وزاره الشباب والرياضه، لازم يكون في دور مهم جدا من الدوله. طالما انت بتفكر في موضوع الدمج، وهو موضوع زي ما قلنا موضوع صعب جدا 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 يتنفذ على ارض الواقع، لكن في امر تاني ممكن يتنفذ ويكون الحل بتاعه يجي على المدى البعيد شويه، بس في النهايه هتوصل له. احسن ما تبقى انت خلاص مكتوف الايدين وتبقى خلاص بتقول ان ده امر واقع والاسماعيلي هيهبط وغيره هيهبط والاسماعيلي مش هيرجع تاني، وممكن الاسماعيلي يهبط من الدرجه الثانيه للدرجه الثالثه بعد الموسم الجاي لو فضل على هذا المنوال. الاسماعيلي دلوقتي اسم التاريخ كبير. الاسماعيلي او مش اول مره يهبط، حتى لو اول مره هبطها كان الموضوع سياسيا مختلف عن دلوقتي، وكان في اوضاع سياسيه في البلد مختلف عن دلوقتي. بتتكلم عن موسم 57 58، لكنه بعد 4 سنين رجع للممتاز في موسم 62 63 او 63 64، وبعدها ب4 سنين ياخد الدوري لاول مره في تاريخه في موسم 67 68، وبعدها بسنتين بياخد اول بطوله دوري ابطال افريقيا في تاريخ مصر. فنادي ليه قيمه جماهيريه كبيره جدا وليه قيمه تاريخيه كبيره جدا. وبعد اول دوري ليه قعد اكتر من 20 سنه عشان ياخد تاني دوري ليه، موسم بتتكلم عن موسم 90 91، وبعدها باكتر من 10 سنين ياخد الدوري الثالث والاخير في تاريخه 2001 2002. ففي النهايه انت بتتكلم بنادي ليه تاريخ، بتتكلم في النهايه بان نادي مش بيبقى مستمر دايما في القمه، لكن في النهايه بيرجع. ومن وجهه نظري بالشقين الاثنين دول لو الدوله تمتهم هيرجع هيبه الدوري العام مره تانية، وهيرجع تاني نشوف الجماهير. معظم المباريات في الدوري المصري وفي النهايه كاس مصر وفي النهايه كاس العاصمه هتبقى بجماهير لو يتم الشقين الاثنين دول. الشق الاولاني تبقى انت بتعمل حاجه اسمها لعب مال النظيف، ولعب مال النظيف بيتم من خلال المداخيل بالنسبه لك والمصروفات، الايرادات والمصروفات بيتم بالنسبه لك بتتم مقارنتهم ببعض. هيبقى في ليميت محدد للفروقات ما بينهم، سواء كان لو في حتى ليميت اللي بالسالب يكون بفرق معين، او لو حتى يكون ما فيش فرق بالسالب دايما يكون الايرادات على قد المصروفات. انت بتتحرك في مصروفاتك على قد ايراداتك. وده طبعا بالنسبه للانديه الخاصه والانديه الشركات هيبقى الموضوع صعب جدا، لان دايما بيبقى الدعم بيبقى عن طريق الشركه بدون اي قيود. الدعم بيبقى بدون اي قيود، مفيش مداخيل قد كده، مفيش بطولات بياخدوها بنسبه كبيره، مفيش تذاكر، مفيش رعاه، مفيش غيره. حتى لما يكون في رعاه هتقننها شويه. ما ينفعش مثلا واحد زي ماجد سامي يكون هو راعي نادي وادي دجله، ده انت صاحب النادي اصلا، او ما ينفعش يكون قرايبه، او ما ينفعش يكون في اي امور من الامور اللي فيها شبهات في حته الاداره الماليه. يكون في قانون محكوم وقانون ما فيهوش اي تلاعب نهائي. فبالتالي في الوقت ده هتقيد الانديه الشركات في موضوع في الميزه اللي كانت عندها في حته المصروفات عندها تبقى بزياده، والرواتب هتبقى كبيره، واللعيبه ذات نفسها قيمتها الحقيقيه هتبان على ارض الواقع. وفي الوقت ده الانديه الجماهيريه هترجع تاني على الساحه، الانديه الجماهيريه هترجع تاني تعتمد على قطاعات الناشئين. ومعظم او كل اي واحد او كل الناشئين او اي واحد حابب يتجه في اتجاه الكوره، فهو بتبقى هويته بيبقى اتجاهه دايما بيحب يروح للانديه الشعبيه. انا بالنسبه لي لو انا واحد اهلاوي فاحب اروح الاهلي، الزملكاوي يحب يروح الزمالك، الاسماعيلاوي يحب الاسماعيلي. مفيش واحد مثلا هيشجع سيراميكا كليوباترا، مفيش واحد مثلا هيشجع وادي دجله. هو ممكن يلعبوا فيهم في فتره معينه، لكن في النهايه طموحهم ان هم يروحوا الانديه من انديه الشعبيه.
فهترجع تاني النقطه دي. وتاني حاجه والاهم ويمكن من قبل النقطه الاولى، ترجع تاني الساعه الكامله للجماهير، لان ده هيكون هو الدعم الاساسي للانديه. هيبقى الدعم الاساسي في كماديات كفلوس، الدعم الاساسي التذاكر هتفرق مع الانديه اللي زي دي. ابلكيشن زي الابلكيشن اللي عمله الزمالك واللي فرق معاهم شويه، حتى لو الاشتراكات فهي حاجه بسيطه جدا وحاجه رمزيه، لكن لما يكون العدد كتير والعدد يزيد، فالحاجه الرمزيه ده هيكون مبلغ كبير ممكن يفرق مع النادي في وقت من الاوقات. اللي يتعمل يبقى يكون فيه تفكير اداري، يكون في معظم الانديه يتطبق على نفس المنوال ده. الشق الثالث وبالنسبه له الشق الاهم واللي هيخلي يبقى ليك افضليه عن انديه الشركات. الشق الاولاني والثاني هيخليك تقرب من انديه الشركات، الشق الثالث مع الاولاني والثاني هيبقى يديك الافضليه عن انديه الشركات. هو شق شركه الكوره. شركه الكوره تبقى منفصله عن النادي، بمعنى دلوقتي النادي الاسماعيلي كره القدم 100% مملوكه للنادي الاسماعيلي اللي هي تبع الدوله. فدلوقتي هتحول بشركه الكوره، يبقى قطاع الكوره عباره هتطرح في البورصه 49% من الاسهم، هيجذب مستثمرين، ونادي الاسماعيلي كشعبيه يجذب مستثمرين كتير جدا، بس تكون اقصى نسبه تكون 49% عشان يفضل الاداره تحت اداره الجماهير، تحت اداره الشعب، تحت اداره الشعب الاسماعيليه، تحت اداره الهويه، تبقى الهويه موجوده. ما يقدرش حد اي مستثمر او شخص لو هبت في دماغه زي ما بيقولوا وحاول لو يغير الهويه ما يقدرش يغيرها، لان في النهايه صاحب القرار هو النادي الاسماعيلي نفسه. صاحب القرار هي جماهير الاسماعيلي نفسها، او بتكلم عن جماهير المنصوره نفسها، او بلديه المحله نفسها، او الشرقيه نفسها، او اسوان نفسها، او غيره او غيره او غيره. ففي الوقت ده تقدر انت هتطرح اسهم. ممكن مع الوقت لما يكون تقلل انت الانديه الشركات بقانون لعب مال النظيف وموضوع الدعم الجماهيري والساعه الكامله، يزود الانديه الشعبيه، يرجع تاني الانديه الشركات ترجع تقل فتره مع فتره، سنه سنتين يهبط منهم كتير، تبقى معظم اللي بيبطلوا لو ما كانش كلهم انديه شركات، يرجع تاني نفس النادي اللي انت كنت بتتحايل عليه دلوقتي يبقى يعمل دمج، واللي كان بيحط رجل على رجل ويحط شروطه. انت دلوقتي اللي في حاله الاسهم هو اللي ممكن يكون من الناس اللي هتعرض ان هي تاخد اسهم من الانديه الجماهيريه، وتبقى انت في الوقت ده تحط رجل على رجل وتحط سعر السهم. يبقى بالنسبه لك انت دلوقتي اللي متحكم في الامور، وانت دلوقتي اللي بتحط شروطك واللي حاط رجل على رجل والهويه ثابته، وترجع تاني المنافسه. بس لازما يكون في صبر، لازما يكون في النفس الطويل، لازما يكون في الصبر على المدى البعيد، ان تجني ثمار الكلام اللي انا بقوله لك، واللي من وجهه نظري ده مقترحات مهمه، ومن وجهه نظري مقترحات المنطقيه في قصه انك تنقذ الانديه الشعبيه، تنقذ ما يمكن انقاذه، ترجع الانديه الشعبيه او تثبت الانديه اللي موجوده في الدوري المصري زي الاتحاد السكندري، زي المصري، اللي تقريبا رؤساء انديتهم هم اللي بيصرفوا على النادي. لو رؤساء الانديه دول مش موجودين، وكله طبعا بامر المولى عز وجل، ممكن تلاقي الانديه دي بترجع وتقل وقت ورا التاني، وتلاقي السنه الجايه السنه دي اسماعيلي، السنه الجايه ممكن تلاقي غازي المحله، السنه اللي بعدها او تلاقي مثلا اتحاد السكندري، السنه اللي بعدها المصري، وفي سنه من السنين ممكن تتفاجئ تلاقي الزمالك. ليه ما يكونش قدر الله بعد وقت بعيد جدا ممكن ما يكونش الاهلي والزمالك مع بعض؟ لكن حاليا مش باينه، وان شاء الله تبقى بعيده، مش باينه النادي الاهلي خالص، لكن الزمالك دلوقتي باين في امور كتيره، لكن الزمالك برضه واقف على رجله وجماهيره فارقه معاهم، وفي عقليه اداره برضه بيحاولوا يعملوا من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، بيحاولوا يطلعوا الجنين بكل الطرق. فالموضوع ده يطبق في جميع الانديه الشعبيه. هترجع تاني هيرجع تاني الدوري مطبق ب 18 نادي معظمهم لو ما كانش كلهم من الانديه الشعبيه، ونرجع تاني نشوف الكره الجميله في مصر، نرجع تاني نشوف كل الماتشات فيها صخب جماهيري، كل الماتشات فيها منافسه جماهيريه، ترجع اللاعب بجودته العاليه اللي يقدر يلعب تحت ضغط جماهيري في جميع المسابقات، يرجع تاني قيمه اللاعب الحقيقيه لما تعمل لاعب ماله النظيف، ما تسمعش الارقام الفلكيه وتسمع لاعب ب 100 مليون و150 وغيره، واللعيبه في الاخر هي لعيبه كلها شبه بعض. فترجع تلاقي ان اللعيبه ممكن تكون قريبه من بعض، بس قريبه كفنيات عاليين، والقيمه الحقيقيه كماديات هي اللي موجوده على ارض الواقع. ويقدر الانديه في وقت من الاوقات تعتمد في فتره من الفترات، تعتمد على القطاعات الناشئين، وتبيع في الوقت من الاوقات تبيع للانديه الكبيره في اوروبا، لان انت بتبقى محتاج على قد ما تقدر تزود الايرادات للنادي اللي منها برضو الصفقات اللي بتتباع، فده هيزود
فرص الاحتراف، وهيبقى عائد ممتاز ومحترم جدا لمنتخب مصر والانديه الشعبيه، وده كلنا نتمناه. بس عايز تحرك سريع جدا 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 من الدوله تحت قياده وزير الشباب والرياضه جوهر نبيل حاليا، وحتى اللي بعده.